ايمان فين دلوقتي؟ بتتكلموا في تواصل ولا انقطعت العلاقه؟ لا يعني ما فيش خالص تواصل الفتره اللي فاتت، ومقطوع العلاقات من ساعه الموضوع دوت، ومش علاقات مقطوعه بسبب ان احنا يعني مسكنا ببعض او في مشاكل. بالعكس يعني انا بحترم حتى هدوءها وسكوتها، ان انا ما بشوفهاش خالص كده. ما لومتهاش بعد ما نزلت الخبر؟ لا ما كانش الكلام معاه، يعني كان مع اخواتها والمقربين لينا ويعني نقلوني ان هي يعني كانت برضه في وضع منفعل وكانت متعصبه وده طبيعي ان بيبقى اي ست لما بيبقى فيه خلاف ممكن تعمل حاجه وترجع تقول لا انا استعجلت. انت بالامانه مش حاسس ان انت ظلمتها؟ بص انا من الناس اللي يعني بحسس على اي حد، وفي نفس الوقت طبيعتي كده ان انا لو حسيت ان انا جاي على حد او ظالم حد بيبقى الموضوع بالنسبه لي صعب قوي. يعني بحس ان انا مش انا ومتاثر ومتحمل مسؤوليه في وضع يحسس بالذنب. تحسس ايه يا كابتن؟ ده انت ظلمتهم الاثنين. يعني لقاء اتجوزت عليها وخبيت عليها سنين، وبعدين الثانيه يمكن ستات البيوت يزعلوا من الكلام اللي هقوله، بس هي خدت القسط الاكبر من الظلم، لان هي اتقال عليها خطافه رجال او خربت بيوت وهي في الاخر برضو صبرت معاك 7 سنين على امل يمكن ان انت هتعلن او ان العلاقه هتخرج للنور. فمش حاسس انها اتظلمت؟ بص هي اتظلمت من الناس بمنتهى الامانه. الكلام ده كله كلام مش مظبوط، وده اساسا بالنسبه لي كمان انا ما يعني برضو كشخص ما كنتش مبسوط تماما ان انا اما اعرف ان في هجوم او في كلمات مش مظبوطه، لان في الاخر لا الكلام ده مش مظبوط. هي ست كويسه جدا ومحترمه جدا وكانت بتعمل عادي طبيعي زي اي ست بالنسبه لناس كتير. لا كانت بتعمل اكتر من الطبيعي يعني كانت بتستحمل حاجات طبعا اكيد وقابله بالظروف وكل حاجه. فهي مش وحشه زي الكلام اللي اتقال. فهو لو في ظلم طبعا هو في ظلم من الناس ان استعجلت في ان هم يحكموا على شخص هم ما يعرفوش وما يتعاملوش معاه. طبعا طالما قعدنا السنين دي كلها فاكيد يعني. وانت كنت بتحبها ولا كانت رؤى؟ كانت مجرد رؤى؟ بصي هو ما فيش حاجه اسمها رؤى. لا شخصيه رؤى دي شخصيه بتاعت افلام خليل. انت اللي تقول لنا وعايز اقول لك حاجه انا اقول لك حاجه في القصه دي غريبه جدا يعني. تعليقات كتيره قوي بتاع كمال ابو حجر مصطفى ابو حجر او مصطفى ابو حجر يعني مش فاكر وبتاع. لقيت ناس كتيره قوي كاتبه على فقعدت اسال مين يا جماعه اللي طلع اليومين دول عمل مشكله ولا عمل حاجه؟ يعني اكيد في حدث للراجل ده، يعني حاجه جامده جدا. والله لسه من اسبوعين 3 بس اكتشفت ان الفنان نور الشريف هو اللي كان طالع بالدور ده. الشخصيه دي انا ما كنت ناسي اساسا ان هو كان طالع اسمه ايه. انت خدت القاب كتيره بعد الواقعه دي، منها الاسطوره. الرجاله مسمينك الاسطوره. ده عاملين لك تماثيل عجوه يا كابتن. هو المشكله ان الموضوع ده اساسا يعني هو موضوع درامي ملوش علاقه بموضوع ان الواحد يتاخد في سكه اللي هو الاسطوره. بس ما عشتلكش يومين زي كمال كده؟ لا انا عشت يومين لان يعني الناس شايفاني ان انا كمال وبتاع وكده وبيعاملوني على كده يعني. بس انت ما عشتش اليومين بتوع كمال ورؤى دول بجد بالامانه ولا حتى اول سنه؟ يعني مع كل الستات الرجاله بتعيش الايام دي. سيبك ان يبقى حد شخص متجوز 2 او مرتبط ب2 3 هتلاقي الاولى بتعمل كده والثانيه بتعمل كده والثالثه بتعمل كده والرابعه بتعمل كده. مش لازم طول الوقت، بس هي كل حد وحسب ظروفه وتوقيتاته بقى بانشغالاته بتربيه الولاد بحاجات كتيره. والتانيه كانت متفرغه طبعا. هي ايمان كانت الموضوع ان انا اساسا ان انا كمان اساسا لما ارتبطنا انا قعدتها من الشغل يعني ما اشتغلتش وما كانش عندها حاجه غير الموضوع البيت. فاكيد كان بالنسبه لها يعني المساحه اكبر يعني. انت عارف ده كلام غريب قوي من ناحيه انه لقاء كمان بتشتغل فنانه، فانت سايب لقاء بتشتغل في الفن عادي وبتغيب وبتسهر في مهرجانات وفي تصوير وبتاع وعندها اولاد. الثانيه متفرغه وما عندهاش ولاد وبتشتغل في نفس المهنه. ليه قلت لها تقعد؟ لان هي اساسا كانت في البدايه يعني يا دوبك عملت عملين صغيرين كده وما كانش عاجبها يعني طب ما تقف جنبها. ما هي ما حاولتش ان هي تخليني ان انا اشجعها ان هي تكمل. ولا انت متعقد؟ لا خالص. متعقد من فكره ست اللي بتشتغل وطول الوقت مش موجوده؟ لا خالص. انا بقدر كده وببقى عارف كده ان برضه انا شغلانتي صعبه يعني.
فانا عارف كويس جدا ان الموضوع ده بيبقى موضوع صعب على اللوكيشن والتصوير والخارجي وكل الحاجات دي كلها، فده طبيعي. ولكن انا لقيت ان هي مش حابه قوي ان هي تكمل، وحاسه ان هي عاوزه لا كده، فشجعتها ان هي تقعد، فقالت لا مش هكمل يعني.